مساء النور. غادي نشارك معكم اليوم كيكه بالحامض بالكريمه د الحامض، كتجي رائعه ومنعشه. اللي غادي نحتاجو ليها 2 حبات ديال البيض مع كاس عنبه ديال سنيده، غادي نطربوهم شويه، ومن بعد غادي نضيف نص كاس ديال الحليب، وغادي نضيف كاس عنبه ديال زيت نباتيه، قشور ديال الحامض. غادي نطرب هذا الخليط مزيان، وغادي نضيف كاس ونص ديال الدقيق ابيض مع ساشي من الخميره الكيميائيه. من بعد ما نغربلهم او غادي نحرك مزيان حتى نحصل على هذا الخليط بهذا القوام. غادي ناخذ المول ندهنو بالزبده ونرشو بالدقيق ونكب فيه هذا الخليط وندخلو الفران لمده 20 حتى 30 دقيقه. من بعد ما يطيب الكيك ونخرجوه من الفران غادي نخليوه يبرد، وغنمشيو مباشره نحضروا كريمه ديال الحامض اللي غادي نحتاجو فيها 2 كيسان عنبه ديال الحليب، كاس عنبه ديال السكر سنيده، نص كاس ولا ربع كاس من عصير ديال الحامض، قشور ديال الحامض، 2 معالق كبار من نشا، وجوج صفار بيضه. غادي نخلطوا مزيان هاد المكونات، صفار البيض مع سكر سنيده والقشور د الحامض ثم العصير د الحامض، وفي الاخير غادي نضيف الحليب والنشا ونحركوا كل شيء مزيان ونديروهم فوق نار مهيله، ونبقاو نحركوا باستمرار حتى تبدا تبان لكم الكريمه بدات كتعقد. فاش كتعقد الكريمه كتضيفوا لها واحد المعلقه صغيره ديال الزبده وتخلطوا مزيان، ومن بعد تكبوها مباشره من فوق الكيك. كتدخلوا الكيكه تبرد في الثلاجه، ومن بعد كتزينوها باش بغيتو. انا هنا زينتها بلي فروي كونفي، كتجي لذيذه بزاف وبصحه وراحه. نتمنى تجربوها.